يعطيكم العافية. وصفتنا اليوم رح تكون حلى قطع السميد بطعم كتير طيب وبطريقة سهلة وبسيطة. كملوا معي الفيديو للآخر لتشوفوا طريقة العمل. بالبداية عندي بيضة بحرارة الغرفة، بضيف فوقها كوب من الزيت النباتي، وأنا هون استخدمت كوب الشاي الصغير، وكوب من اللبن، وأحبابي استخدموا كل المقادير بنفس الكوب يلي بتستعملوه، وملعقة صغيرة من الفانيليا. بخفقهم منيح بخفاق اليدوي حتى يمتزجوا مع بعض. من بعدها بضيف كوب من السميد الخشن وبحركهم مع بعض. بالنسبة للطحين أنا هون استخدمت كوب من الطحين وملعقة صغيرة من الباكينج باودر، بس أنا رجعت ضفت كوب من الطحين كوب تاني لأنه عجينتي بقيت محتاجة لبعد طحين. أحبابي بنصحكم ما تضيفوا الطحين دفعة واحدة، تضيفوه تدريجيا. مثل ما كنتم شايفين أنا رجعت عم ضيف الطحين بالتدريج، ولأنه مثل ما كلنا بنعرف إنه طحين عن طحين بيختلف. هون عجينتي صارت متماسكة، يعني المقادير الطحين عندي طلعت كوبين مع كوب سميد، وهاي العجينة صارت جاهزة، قوامها لين مثل ما نكون شايفين. باخد قطعة بهذا الحجم، قطعة دائرية، وبلفها لف على الطاولة مثل ما نكون شايفين بهيدي الطريقة. بدي رش على الطاولة سميد، وبدي غمس العجينة بالسميد يلي حطيته على الطاولة مثل ما نكون شايفين. وهيك أنا خلصت كل الكمية. هلأ بدي أقطعهم يكونوا متساويين. أنا جهزت صينية بقلبها ورق من الزبدة، بحمي الفرن مسبقا وبحط صينيتي بوسط الفرن. من بعد ما يشقروا من تحت بشعل الفرن من فوق لأحصل على اللون الذهبي. راح أحطهم بصحن التقديم. وأحبابي بالنسبة للقطر بدي القطر يكون خفيف. المقادير هي كوبين سكر، كوبين مي، ملعقة كبيرة من عصير الحامض، وملعقة صغيرة من المزهر. وبحط القطر مباشرة عليهم هن وسخنين. أكيد بكون محضرة القطر مسبقا قبل ما أحضر العجينة. أنا رح زينها بفستق الحلبة، انتو فيكن تزينوها حسب رغبتكم أو تتركوها سادة كمان كتير طيبة. أنا لهون بكون وصلت لنهاية الفيديو. بتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. اشتركوا بالقناة إذا منكن مشتركين، وفعلوا الجرس، وحطوا لايك للفيديو إذا عجبكم لحتى يوصلكم كل جديد. وأهلا وسهلا فيكم بقناة أكلات إيمان الشهية.